طب قول لهم اعملوا لايك. السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو قولي رايك فيه. بصوا النهارده الروتين بتاعنا، انا قلت اعمل معاكم الروتين النهارده. بصوا انا الشقه كانت نظيفه، ما فيهاش اي حاجه. عملتها من بالليل قبل ما انام، فخلصتها كلها. ما كانش ورايا بقى اي حاجه غير المطبخ بس ما قدرتش اعمله، فقلت بقى بكره هعمله معاكم ان شاء الله. كنت امبارح تعبانه جدا وبصراحه ما قدرتش اعمله خالص، فقلت بكره نعمله مع بعض. زي ما انتوا بقى شفتوا في المقدمه بتاعه الفيديو، دي اسيا بنتي. بس انا بقول لها يا اسيل عشان انا بحب، يعني كان نفسي اسميها اسيل، بس كان في حد عندنا يعني مسمي نفس الاسم فما رضيتش اسميه، فحبيت ان انا اسميها اسيا. هي اسمها اسيا علشان اسيا مرات فرعون من اعظم اهل الجنه، بنى لها قصر في الجنه طبعا عشان صبرت على فرعون. فاحنا سميناها الاسم ده عشان ان شاء الله تبقى من اهل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب، اللهم امين كلنا. فعشان كده سميناها الاسم ده. هو انا مش ما بحبوش، يعني بحبه، بس انا كنت عايزه اسميها اسيل اكتر يعني. فعشان كده انا بقول لها كده، بس ساعات بتلخبط وبقول لها يا اسيا وساعات بقول لها يا اسيل كده يعني. فزي ما انتم شفتوا في المقدمه بتاعه الفيديو، هي كل ما تلاقيني بتكلم في الفيديو، يعني كل فيديو اعمله لكم واقعد اتكلم فيها وانا بمنتج يعني وكده واعمل لكم الصوت، فبتبقى عايزه تتكلم معايا، عايزه يعني تتكلم زي ما انا بتكلم. فبقعد كل شويه افصل وكده بسبب ان هي بتبقى عايزه تتكلم يعني. فقلت المره دي بقى ايه، اطلعها لكم هتتكلم معاكم شويه، هتضحكوا شويه. بصوا هي يعني بتموتني ضحك، هي كلامها يعني غريب شويه، يعني زي كل الاطفال وكده، بس هي بتقعد تتكلم بطريقه غريبه شويه بتخليني افطس من الضحك، ولو اي حد اصلا شبه بتتكلم بتفطسه ضحك. فهي كانت عايزه يعني تطلع تتكلم معاكم وكده، فكانت عايزه هي ما تعرفش يعني عشان ما حد بس يفهم غلط. ما تعرفش يعني ان هي تطلع تتكلم والكلام ده. هي زي ما بتشوفني بتكلم فهي عايزه تتكلم زيي، فانا قلت اصورها لكم وهي بتتكلم عشان تشوفوا طريقه كلامها وكده. بس وهتشوفوا بقى الفيديو، انا مخليها الفيديو في الاخر. وهي بتتكلم وكده قلت نهزر مع بعض شويه. بصوا قلت بقى النهارده ايه، زي ما قلت لكم. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلت زي ما قلت لكم امبارح كنت تعبانه قوي بصراحه، فخلصت الشقه بالعافيه. ما فما قدرتش بقى ان انا اخلص المطبخ وكده. هو كان المطبخ والحمام بصراحه، بس الحمام دوست على نفسي وقلت يعني وانا باخد شاور وكده قلت ايه اصبنه. ففضل بقى المطبخ، قلت بقى اقوم الصبح بقى اعمله معاكم. كنت بصراحه عاوزه ان انا يبقى مخلصه الشقه كلها عشان اقوم بكره ايه نحضر الغدا مع بعض وكده. اللهم صل على النبي، ومش نسيت والله. وابقى احضر الغدا معاكم بس يعني وفرجكم على الشقه بعد ما عملتها، بس مش مشكله. عملت قلت فرجتكم على الصاله بس، وكنت عطرت الشقه كلها يعني. بس الصاله اللي كانت لسه ما عطرتهاش، فقلت نعطرها سوا ونخش بقى على المطبخ على طول عشان ما نضيعش وقت. صبنت المواعين زي ما انتم شايفين كده. والمواعين دي والله يا جماعه بتاعت امبارح بس، عشان محدش بس يشوفها ويتخض. بتاعت امبارح بس والله. بس انا عشان عملت غدا، عملت فطار وغدا وعشاء، فالمواعين بقى اتكومت وكنت تعبانه جدا وما قدرتش ان انا اعملها خالص. فقلت بقى نعملها سوا زي ما انتم شايفين كده. قلت نصبن البوتاجاز وكده. فهنحضر دلوقتي الغدا مع بعض. بص انا النهارده محضرتش فطار. انا بصراحه مش كل يوم بفطر، اوقات كتير بصوم، يعني بتبقى بصوم عادي يعني والله لله كده، مش شرط انها تكون ايام مثلا عليا او اتنين وخميس او كده، لا ساعات بصوم عادي. والمرات التانية انا مش على طول بصحى بدري. هفهمكم ليه. عيالي انا عشان معايا توأم، فبيناموا الصبح، والله العظيم بيناموا الصبح حرفيا. فطبعا ايه، ساعات بخلص حاجات كتيرة قبل ما انام، وساعات لما بقوم يعني بقوم مثلا ايه الساعة 12 كده، الساعة 1. فما بفطرش بقى، يعني بفطرهم هما، وبقول ايه انا اخلص اللي ورايا بسرعة بعد كده بايه ابقى اتغدى بقى. يعني هو كده جوزي بيجي مثلا الساعة 4 من الشغل، فبنتغدى سوا عقبال بقى ما تخلصي اللي وراكي في الكام ساعة دول على طول.
فمش بفطر بقى، يعني ساعات كتير ما بفطرش لما بكون ورايا حاجات او كده بنجز ان انا اخلص اللي ورايا وبعد كده اقول الاكل في الاخر، مع اني ده غلط يعني محدش يعمل كده، بس انا مش عارفه والله. اصلا ما بعرفش اكل اول ما بقوم من النوم، فهي دي المشكله. بس طبعا بفطر الولاد اكيد. بصوا انا مش عشان محدش بس يفهم الموضوع غلط، انا مش كل يوم بقوم طبعا متاخر كده. انا بقوم متاخر اللي هو الساعه 12 او كده، ده لو ما وريش حاجه، يعني الحاجات اللي ورايا مثلا ايه، ورايا المطبخ فيه شويه حاجات، ورايا مثلا الصاله هعدل فيها يعني هرتبها وكده بس. لكن لما بيكون ورايا بقى همسح الشقة وهروق وهعمل كل الكلام ده، فده طبعا ده انا بقوم بصوا يعني مش عايزة اقول لكم بضرب الجزمة وحياة ربنا. بقوم مش بمزاجي غصب عني طبعا. بقوم الصبح بدري حتى لو نايمة الصبح. وطبعا اكتر الوقت لما بيكون مثلا ورايا ان انا همسح الشقة وهنفض وغير الملايات وهعمل كل الكلام ده بطبق بقى، لان انا كده كده اصلا بننام مثلا الساعة 6 الصبح، الساعة 5 الكلام ده، فطبعا لو نمت هتروح عليا نومة، فبضطر بقى ان انا ايه اطبق. فبطبق طبعا وبخلص اللي ورايا وكده، وبعد كده بقى بنام، يعني ببقى مثلا بادئة من الساعة 5 او من الفجر، بادئة بقى شغل في البيت وكده، وبعد كده بخلص اللي ورايا، بخلص مثلا على الساعة 10 الساعة 11 كده بالغدا بكله، وبعد كده بقى بنام. فبصراحة ده بيكون احسن ليا بكتير قوي، مش عارفة ليه، مع اني بطبق وكده، بس ده بيكون احسن يعني انا اصلا برتاح، اللي هو بخلص اللي ورايا وكده وبعد كده بقى بنام. بقوم بقى على الساعة 4 او 5 يعني، او يعني زي ما محمد دلوقتي اللي محمد بيجي فيه، بقوم بقى بسخن الاكل بقى على طول، وببقى بصراحة استكفيت من النوم وبقى الموضوع كويس يعني بالنسبة لي. وعيالي بالنسبة لعيلة عشان هما كده كده بيناموا الصبح زي ما قلت لكم. بس طبعا انا بعمل حاجات بيبقوا نايمين برضو، بس مسافة بقى ما بقوم بفتح مثلا الشباك او افتح البلكونة او كده، الضوء بقى بيصحيهم، فبيفضلوا بقى يقوموا ايه يقعدوا معايا وانا بعمل وكده، يفضلوا يلعبوا وكده، فعقبال ما بخلص بيكونوا هما يعني تعبوا بقى وعايزين يناموا هما كمان، فبيناموا معايا، بننام بقى وبنصحى ايه لما محمد بيجي، فده بيكون احسن بالنسبة لي بصراحة. فبعمل كده زي ما قلت لكم، انا حبيت بس قلت لكم المرشح ده كله عشان خاطر ايه، آه، موضوع النوم، يعني لو انتي وراكي حاجة ما ينفعش تصحي الساعة 12 او الساعة 1 او الكلام ده طبعا في ميعاد الشغل، لو مثلا جوزك بيجي الوقت اللي هو 4 5 اللي ميعاد الموظفين عامة، فمش هتلحقي تخلصي حاجة عن تجربة، واكيد انتي عارفة الكلام ده، يعني اللي بيسمعني اكيد عارف الموضوع ده. فما انا بالنسبة لي ما بلحقش خالص 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 بجد. فاللي هو لا بعمل كده حتى قبل ما اخلف على فكرة، يعني من قبل ما اخلف برضو لو ورايا حاجة لازم بقوم الصبح بدري كده، كنت بقوم من الساعة 6 الصبح يعني مع محمد وهو رايح الشغل كده، هقوم برضك من الساعة 6 اعمل بقى اخلص اللي ورايا. بس فالموضوع مش موضوع الولاد يعني بس وكده، هو موضوع عامة الوقت. ويا جماعة في حاجة كده بحسها والله، مش عارفة الموضوع ده انا اللي بحسه بس ولا الناس كلها، يعني لما بتقومي من النوم الساعة مثلا الظهر او كده، بتلاقي اليوم مفهوش بركة والله العظيم، يعني بتلاقي اليوم جري جري معرفش ازاي، مفيش معاكي وقت تعملي حاجة والوقت بيجري، والموضوع بيبقى بصراحة صعب جدا. ده بصراحة اللي انا بحس بيه، فعشان كده لما بيكون ورايا حاجة لازم بقوم الصبح زي ما قلت لكم كده، مفيهاش كلام. وهنا طبعا الغدا بتاعنا كان رنجة النهاردة. بصوا الرنجة الحاجة غليت اوي والله، كل شوية اقول لكم الموضوع ده، بس الحاجة بصراحة بقت اوفر، اسعارها بقت صعبة قوي. جبت الرنجة ب85 جنيه النهاردة، وبطاطس. بصوا يا جماعة انا بحب اكل الرنجة جنبيها بطاطس وبصل وخيار، فزي ما قلت لكم بحب اكل جنبيها البصل بطاطس والخيار. بصوا يا جماعه انا مكرره الفيديو بتاع اسيا ده مرتين، في مره كتمت فيها الصوت اللي هي المره دي عشان بس اوضح لكم حاجه، عشان ما حدش يتريق على صوتي وانا بكلمها. كنت بكلمها بضحك، هي بتعمل حركات بتخليني بتخليني بضحك بطريقه فظيعه، فعشان كده وهي بتكلمني كنت عماله اضحك قوي، وكان اسلم معايا كان عمال يضحك هو الاتنين، هو انا وهو قصدي احنا الاتنين. فقلت اوضح لكم الحته دي عشان بس ما حدش يتريق علينا. هتبداوا الفيديو دلوقتي وبقولوا لي ايه رايكم فيها، تمام؟ وبكده بقول لكم باي باي، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو عشان تفرحوها، تعملوا لي سبسكرايب، وباي باي. يلا يا اسيا سلمي عليهم. انت
انت عامله كده ليه؟ انت عامله كده ليه يا اسيا؟ اسيا طب بصي قولي لهم بحبكم. طب بصي قولي بحبكم. اعملهم كده، اعملي كده تاني، اعملي واحده تاني، قولي بحبكم. يلا ادي بوسه، ادي منو، اديهم منو. لا كده زي ما قلتلك، اعملي يلا. يلا اعملي لهم بقى، اعملهم كده، قولي بحبكم. ازاي يعني ده؟ ازاي الموضوع ده حصل؟ بعدين طب يعني هم ذنبهم ايه يسمعوا الكلام ده كله؟ انتي قولي لهم بحبكم بس. طب قولي لهم اعملوا لايك. قول لهم. طب بس اديهم، طب منو، اديهم منو. انتي جايبه دي ليه بقى؟ هتحطي ايه؟ ثواني يا سلمى، هتحطي ايه انتي بقى هنا؟ حطي يلا، وريني هتحطي ازاي. وبعدين طيب اديهم منو بقى، اعملهم كده، قولي بحبكم. طب قولي بحبكم طيب، اعملوا لايك.